للأسف يدفعون الجزية للنصارى لأجل أن يبقوا على كراسيهم وعلى ملكهم وفي عروشهم. للأسف باعوا بلاد المسلمين، باعوا المسلمين، بل بعض الملوك في ذلك الزمان وبعض الولاة يحكى أنه تنصر، بدل دينه فقط ليحافظ على ملكه. انشغلوا بالجواري، انشغلوا بالخمور، انشغلوا بحفلاتهم حتى ضاع ملكهم. فلما اهتز عرشهم والوا النصارى ضد المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يفعل ذلك فأولئك هم الظالمون. من والى النصارى ضد المسلمين فإنه منهم، فإنه ليس من أهل الإيمان. هذا الذي حصل. الملوك، الحكام، الولاة، كل واحد بحث له عن ملك من ملوك النصارى يواليه، يكون في حكمه وتحت ملكه، يقاتل معه ضد المسلمين. بل إنه أحد المسلمين، أحد ولاتهم أرسل تهنئة وهو فرح لملك من ملوك النصارى بعد أن انتصر على ولاية من ولايات المسلمين. يهنئه، تعرفون لما؟ لأن كان بينه وبين ذلك الوالي خلاف. للأسف هكذا دب الوهن في بلاد الأندلس. الشيطان رضي بالتحريش بينهم، انغمسوا في الشهوات، بحثوا عن الملذات، تركوا الجهاد في سبيل الله، أذلهم الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ملوك الأندلس، ملوك بني الأحمر في ذلك الزمان كانوا يتنازلون عن أراضيهم ويبحثون عن دنياهم. يقول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا رضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم، ولو تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا، ملوكا وشعوبا. لأن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده. قال: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. لكنهم للأسف ازدادوا انغماسا في الشهوات، ازدادوا انغماسا في الملذات، وبدأ الانهيار لدولة وحضارة الأندلس. تعرفون بدأ الانهيار بعد كم سنة؟ بعد أكثر من 800 سنة. المسلمون يحكمون ما يسمى اليوم إسبانيا. كم سنة الانهيار تم؟ فقط 30 سنة. 30 سنة والدولة تحكم أكثر من 800 عام. أعظم حضارة إلى اليوم، بعض آثارها المدنية موجودة، لكن أين آثار المسلمين؟ وما الذي حصل للمسلمين في بداية الانهيار الأخير لمملكة بني الأحمر في غرناطة؟ وبدأ السقوط لمملكة عظيمة دامت أكثر من 8 قرون، كان فيها حضارة عظيمة للمسلمين. الآن بدأ انهيارها وبدأ سقوطها، وبدأ الملوك يؤثر واحد
بعد الآخر، أو يهرب بعضهم أو يقتل بعضهم. هذا أحد ملوك، بل آخر ملوك بني الأحمر في غرناطة في الأندلس. آخرهم يقال له أبو عبد الله الصغير. خرج هاربا لكنه أسر. رأته أمه وهو خارج وينظر إلى الأندلس تسقط مملكة بعد الأخرى. رأته أم عبد الله وهو يبكي. قالت: ولم تبكي؟ قال: أبكي على بلاد الأندلس، كيف كانت وكيف صارت اليوم. تعرفون ماذا ردت عليه؟ قالت: ابكي ابكي كالنساء، ملكا لم تحفظه كالرجال. لو كنت رجلا لم تبكي اليوم كالنساء. هذه سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أبناؤه وذريته وجدوا في المغرب حفاة عراة يشحذون من الناس، يتسولون من الناس. من هم؟ إنهم ذرية الملوك، ذرية الأمراء، صاروا يشحذون في الشوارع. لما أسر جاءته ابنة من بناته فقيرة تطلب الصدقات من الناس، تجرى عليهم الأوقاف كالفقراء. جاءت إليه فقالت له: يا أبي، يا أبي، بعد العز، بعد الملك، بعد ما كنا فيه، كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ تعرفون ماذا رد عليها؟ قال: يا بني، إنها دعوة مظلوم، دعوة مظلوم سرت في جوف الليل، ليس بينها وبين الله حجاب، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. المسلمون بدأوا بالهروب، بدأوا بالخروج من الأندلس والاتجاه إلى أفريقيا. تبعهم جيش الصليبيين، جيش النصارى. إحدى القوافل كان فيها 140 ألفا من الرجال، من النساء، من الشيوخ، من الصغار، 140 ألفا. تبعهم جيش النصارى، وكان يباركهم أحد الرهبان اسمه بليدة. هذا الراهب كان يبارك جيش الصليبيين. فإذا به لما أسروا 140 ألفا قتلوا منهم 100 ألف. 100 ألف قتيل في مذبحة واحدة، وأكثرهم نساء وأطفال وشيوخ. لما فتح المسلمون الأندلس ما قتلوا امرأة ولا شيخا ولا طفلا ولا من استسلم، لم يقتلوا أحدا، بل عاملوهم بالحسنى. لكن لما أخرجهم النصارى من الأندلس قتلوا منهم من قتلوا، عشرات الآلاف. 3 قرون والتعذيب مستمر في بلاد الأندلس. كلما وجدوا مسلما ذبحوه. ما في إنسان عند رائحة إسلام إلا وقتلوه. أخفى المسلمون الذين بقوا في الأندلس دينهم، أخفوا دينهم، يصلون سرا، يعبدون الله سرا، لأنهم لو علم بهم النصارى ذبحوهم. يظهرون النصرانية ويبطنون الإسلام. قد أكرهوا في دينهم. وبدأت محاكم التفتيش في بلاد الأندلس، واستمرت 3 قرون يبحثون عن كل مسلم ليذبحوه، ليقتلوه. ما أرادوا أن يبقوا فيها رجلا أو طفلا أو امرأة مسلمة. إذا وجدوا طفلا مختونا، طفل مختون، علموا أنه مسلم ومن عائلة مسلمة، ذبحوه وذبحوا أسرته كلها. تخيلوا 3 قرون في بلاد اليوم تسمى إسبانيا. 3 قرون ما وجدوا فيها مسلما إلا وقتلوه وقتلوا أهله. إذا رأوا رجلا يغتسل يوم الجمعة، كل جمعة يغتسل، شكوا فيه أنه مسلم، يقتلونه بلا تردد، ويقتلون أهله وأسرته. إذا تزين أحد من الناس يوم عيد الفطر أو عيد الأضحى علموا أنه من المسلمين، قتلوا أهله وقتلوا أسرته. 300 سنة وهم على هذه الحال. أرادوا أن يلغوا شيئا اسمه إسلام من الأندلس كلها، تلك البلاد التي نشرت في أوروبا الحضارة. أرادوا أن يجازوهم بهذه الصورة. عندهم شيء سموه العروسة. ما هي العروسة؟ مثل التابوت، فيه مثل تمثال لامرأة، مثل صندوق كبير.
هذه المرأة التمثال الموجود داخل الصندوق فيه سكاكين وخناجر، يضعون فيه الرجل المسلم ليتقطع جسمه بالخناجر ويغلقون عليه الصندوق ويضحكون. سموا هذا التابوت العروسة ونشروه في بلاد الأندلس يعذبون به المسلمين ويخوفون المسلمين بهذا. طريقة أخرى من التعذيب عندهم يعلقون الرجل إذا وجدوا مسلما علقوه وبدأوا بتقطيع جسمه جزءا جزءا، بداية من أصابع قدميه، يقطعون قدميه وهكذا يقطعونه ويقطعونه حتى يموت من شدة التعذيب ويسيل دمه. خلطوا العظام باللحوم، عذبوا الناس، ما تركوا طفلا ولا امرأة ولا شيخا ولا أسيرا إلا وسحقوه وقتلوه، حتى قال أحد الشعراء وهو يرثي الأندلس وما كان فيها من عز وكيف أوصلها حكامها وملوكها الذين أفسدوا في الأرض. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم على حال لها شان. أين الملوك ذوي التيجان من يمن، وأين منهم أكاليل وتيجان. قال شعرا طويلا في نهايته: لمثل هذا يذوب القلب من كمد، إن كان في القلب إسلام وإيمان. ركون للشهوات، ترك الجهاد في سبيل الله، اختلاف وتناحر، ركون إلى الدنيا، ولاء لأعداء الله عز وجل. هذا هو السبب الذي أنهى حضارة الأندلس. زر اليوم إسبانيا وانظر إلى بعض آثار المسلمين فيها وتعجب، إنها سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.